المواطن غتزاد عليهم بوتنجان وبطاطا وما عطيتها غتزاد عليهم. طلع كدير دابا من 6 دراهم تولي دير 10 دراهم و9 دراهم وين هي؟ باش غيجيب هذا الترانسبور منين غيجيبها لك؟ عارف كاين ما تعرفش يقول هذا الكاميو يقول 700,000 فرنك ديال المازوت. اش غيدير؟ راه مصيبه كارثه. الزياده كنشوفها غير معقوله خصوصا في الظرفيه هذه اللي كلشي غالي وكنعرفوا يلا رمضان وكتعرف المصروف اللي يكونوا. دابا واش المواطن غادي غتزيد عليه ولا وانت عارف المواطن غارق والعطله والعيد وسميتو. وحاجه اخرى عاوتاني حنا ما فهمناش ما كينقص المازوت ينقصوا لنا 2 سنتيم ولا 4 درهم ولا 2 ريال وما كيتزاد 2 دراهم دقه واحده بزاف اصاحبي والله الا بزاف. في الظرفيه هذه ما يمكنش تزيد على المواطن شي حاجه لا كنتي تزيد عليه راه كتزيد تقجوك. هاد المزايدات ديال بيناتنا خصنا نتفاداوها. خص الدوله دير لنا شي حل في هذا الشيء تشوف لنا شي حل. يلا قلنا صباح الخير لقينا 2 دراهم زايده. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الشيء اخويا ماشي معقول وخص الدوله حتى هي تشوف من حالنا. المهم على الاقل خاصها تشوف المهم خاصها دير لنا عاوتاني الدعم عاوتاني كما كدير الدعم النمره الاولى لان انا ما دارتش الدعم حتى حنا غنزيدوا على المواطنين. خويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى الاقل بعدين يزيدوا درهم على الاقل يزيدوا 11 ريال ناضوا زادوا 2 دراهم خطره واحده راه ماشي معقول. بعد الحرب ديال الخليج راه حتى هي عندها دور ولكن الدوله خصها تكون عندها احتياط لان هذا الشيء ماشي معقول عاوتاني. وراه شوف وكامل هذا الشيء هذا راه المواطن هو اللي غياكل الدق. المواطن هو اللي غياكل الدق. دابا هو اليوم وصل 13 درهم راه غادي تيطلع. المهم حنا في هذه الظروف هذه الاقتصاديه ديال على المواطنين على حنا ولا على المواطنين ظروف اقتصاديه صعبه وحنا ما نقدروش نزيدوا في النقل على المواطنين لا حنا طاكسيات ولا كيران ولا طوبيسات ولا كذا. يواصل النظام المغربي سياسة التصعيد الاجتماعي ضد الفئة الهشة في المغرب بل يصر الأخطبوط عزيز أخنوش إحكام قبضته على المواطن المغربي البسيط والتحكم في مصيره بزيادات غير مدروسة ولا معقولة في أسعار الطاقة. تأتي هذه السياسات الفاشلة في ظل التصعيد في الشرق الأوسط أين عرت إيران الأنظمة العربية العميلة والوظيفة للكيان الصهيوني ولأمريكا في المنطقة العربية. ما يعيشه الشعب المغربي اليوم نتيجة سياسة فاشلة غير مدروسة ونتيجة لعصابة وبارونة أحكمت قبضتها على مقاليد السلطة والحكم داخل المغرب.